ياسمين، بموت في وسط البنات واحب السياعه والسنكحه، على الاقل بتعاكس. مفيش بنت في الدنيا ما بتحبش تتعاكس، واللي تقول غير كده تبقى كدابه و60 كداب. بس قله الادب ما تقهاش. انا جمانه، اموت في الرقص والمزيكا، واحب اقرا حاجات خفيفه كده. المعذبون في الحب، النص التاني، غرائز الانثى، ليله الزفاف. عقبالنا يا رب. كنت بشوف ياسمين كل يوم الصبح في عربيه الستات، كانت دايما لوحدها، هاديه وغلبانه، مش لاقي حد تتكلم معاه. كانت تقعد تبص لي كده من بعيد وتبتسم لي. كان نفسها تصاحبني، صعبت عليا، ردت لها الابتسامه وكانها ما صدقت. مسكت ودني وهاتك يا رغي. وفي يوم سالتها على عنوان ما كنتش عارفاه، اصلها كانت دايما تقول انا اعرف وسط البلد زي كف ايدي. ومن بعدها بقينا اصحاب. يا جمانه، مش ده المخرج؟ ايوه. يا استاذ يا استاذ، مش عايزه ضوء جديده؟ فيلم جاي كرتون. جورجيت بقى بتعمل حاجه غريبه جدا. كل ما تلاقي جورج بيبصبص لواحده تتخطف لي اختي كده وتتشنج وتعمل لي فيها مغمى عليها. انا بقى فقستها وبعدين البنات فقسوها. هو بقى الوحيد اللي في اللالا. ولا حكايه المنديل، حكيت لك انا حكايه المنديل دي قبل كده؟ مساء الخير. مساء النور. ازاي البنوت الصغيره؟ مغلباني خالص والله. كوبايتين ميه والنبي. ياسمين، جمال، انت خلفتي من ورايا؟ لا دي بنت اخت مدام جورجيت. اصل هم بعتوني اكلها ايس كريم افتكروها بنتي. قلت بنتي بنتي بقى بلا صوت. تموتي في الكذب. حلوه قوي. مفيش مرة تقرب لي تقرب مني، ياللي حبيبني لي قلبك بيظلمني، كل ما احبك نفسي اعرف ايه الروايه اللي واكله دماغك دي. بتها رفع الجيبه. هاتي. لا استني استني، عايزه اعرف عمل ايه تاني. هيكون عمل ايه يعني؟ جيبه. هو انت متضايقه ان انا بتصل بيكي ولا ايه؟ انت فين؟ انا في الحرب. بتسوق انت بتكلمني؟ يا عبده، هو في ستات عندك في الكابينه ولا ايه؟ لا ستات ايه ده
الراديو. امك واخواتي كويسين؟ الحمد لله. طيب خلي بالك منهم وخدي بالك من نفسك. انت خلي بالك من نفسك وما تشربش سجاير كتير وما تخليش البنات الحلوه يعكسوك. جمانة صاحبتي بتسلم عليك. سلمي لي عليها. طيب باي باي. بابا بيسلم عليك. الله يسلمه. مالك يا بنت؟ مفيش حاجه. ما تخليكي جدعه بقى وتكملي معايا لغايه حلوان. ومين قالك اني جدعه اصلا؟ باي. هواك يا حبيبتي، فيك الخير والله. انت الوحيده اللي بتستنيني في البيت ده. كلي يا حبيبتي كلي. انت جيت يا عدنان؟ عدنان سابنا من زمان يا ماما. اكتر حاجه تبسطني لما واد حليوه وشيك وعنده عربيه بنت ناس يعجب بيا. اي حاجه تعمل شويه تراوه. بس يا ترى لما وقف بعربيته كان بيبص لي انا ولا للبت جمانه؟ لا، كان بيبص لي انا طبعا. يا ترى اسمه ايه؟ انا ممكن اسميه رجل الايس كريم. في احلى من بسكوتة ايس كريم في عز الحر؟ بس يا ترى كان بيبص لي انا ولا للبت ياسمين؟ لا، اكيد كان بيبص لي انا. اهوي. الو. جمانة أنا دارة. ايوه دارة، خير في ايه؟ أنتوا كويسين؟ أنا بطمن عليكم بس أصلي حلمت بيكم امبارح. حلمتي ايه؟ حلمت إني ماشية بدور عليكي أنت وماما وإنه بيتنا كأنه صار بمحل تاني وقابلت بابا في السكة بطلي القلق بتاعك ده يا دارة. انت بقيتي هس خلاص. احنا كويسين، خليكي فيكي وفي ولادك. بتكلمي مين يا جمانة؟ دارة يا ماما. وبطلي تصرفي مرتبك كله في التليفونات. باي. مين يا جمانة؟ إيه اللي انت لابساه ده؟ ايه ماله اللي انا لابساه؟ وحش قوي. مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ وايه القرف اللي انت عاملاه في شعرك ده؟ يقولوا عليكي ايه وانت خارجه كده؟ هما مين دول اللي هيقولوا عليا؟ اللي بيشوفوكي راجعه نص الليل كل يوم. انت بتروحي فين؟ انت اتجننت في دماغك بقى ولا ايه؟ انت اللي مش لاقي حد يلم. احترم نفسك. خشي غيري اللي انت لابساه ده وسرحي شعرك. مش هغير حاجه ومالكش دعوه بشكلي. خلاص ما انتش خارجه. انت اللي جرحت في دماغك على الصبح. هو في ايه بس؟ في ايه؟ خليها تدخل تغير الزفت اللي عاملاه في شكلها ده. ما هي كويسة هي يا ابني. كويسه؟ طبعا. هو انت ولا ابويا دريانين بحاجه؟ هات شنطتي. مفيش شنط. استهدى بالله يا ابني وروح شوف حالك وانا هتصرف معاك. روح شوف حالك وانا هتصرف. ده كل اللي اديتي عليه ست ماما. معلش غيري هدومك. وحياه ابويا وانا مغيره. يلا يا ماما. تصوري ايه؟ الملكة نريمان ماتت. الله يرحمها. زمان دلوقتي الملك فاروق زعلان عليها قوي وبيعيط. ما هو على فكرة هو كمان مات.
تفطري؟ سبقتك. هترجعي من الشغل الساعة كام؟ 10:30 11. انا ماشيه يا ماما، مش عايزه حاجه. مش هتفطري؟ فطرت. أبلة ياسمين شنطتي. معرفتش احجز لك. مش مهم. ايه مالك؟ هو انا شكلي صايع؟ اه طبعا انت ضايعه من يومك. بتكلم بجد. تسالي ليه؟ اصل ياسر ما كانش عايز ينزلني النهارده. ليه بقى؟ بيشك فيا. نعم. بتضحكي على ايه؟ لا اصل يعني مش قادره اتخيل ان ياسر كبر لدرجه انه بقى بيشك. ما كانش عايز ينزلني والله. عشان اصالحك وارضى عليك حاجات كتير ودي اولها. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بصلي وفهمني، وانا تتكلم وانا بتكلم، وان غلطت ابقى امشي وسيبني. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بصلي وفهمني، وانا تتكلم وانا بتكلم، وان غلطت ابقى امشي وسيبني. قوم اقف وانت الواد ده مطيل بشكل. انهي واحد؟ الاسمر؟ لا التاني ده. الواد بتاع امبارح ده؟ بالعكس ده حتى شكله ظريف. طول عمرك يا نحنوحه ذوقك مهبب. انت اللي ما بتفهميش. لا ايه بقى نحن طيب. مش دايما معلش. بقول لك ايه، استني بس اقول لك حاجه. احنا ما بنعكسكوش والله، احنا مالناش في المعاكسه اصلا، ما بنعرفش نعاكس. انا بشتغل في المعادي ونزلت هنا مخصوص عشان خاطر اتعرف عليكم. كده مش هينفع يا جماعه، الناس بتتفرج علينا. افندم. اهو كده الكلام. اعرفكم بقى بنفسكم. سمير صاحبي واحسن شيف في مصر كلها. طباخ يعني؟ عادي عادي. انا اسمي عثمان وبشتغل بواب طبعا. حلوه. انا بشتغل في المعادي ونزلت هنا مخصوص عشان تتعرف عليه. ودينا اتعرفنا. بس احنا لسه ما تعرفناش بيكم. الله، طب هو بيعرف ينسى اهو. بس على فكره هي بتحب تهزر بس مش قصدها حاجه. انتوا من حلوان مش كده؟ لا ايوه ولا لا؟ لا هي من حلوان بس انا مش من هنا خالص. امال من فين؟ انا من لبنان. لبنانيه والله. يعني عندي عرق لبناني، ابويا بيروتي وامي مصريه. وانتوا اسمكم ايه بقى؟ هي ياسمين وانا جمانه. تدرسوا؟ لا انا بغني. بتطربوا؟ بغني في الكورال. على كده بقى صوتك حلو. بيقولوا كده. وانت يا انسه ياسمين برضو، انسه ياسمين؟ ها؟ انت برضو بتغني زي صاحبتك؟ لا ياسمين فنانه. فنانه؟ فنانه. فنانه. انا فنانه في الاعلانات. كومبارس يعني؟ كومبارس ايه؟ مصممه ازياء، ستايلست. انا مش قصدي حاجه. طيب على كده بقى ارقام تليفوناتكم سريه زي كل الفنانين ولا متاحه للجمهور العادي؟ وده عشان تقطع الخط ولا عشان تعاكس؟ لا بصراحه عشان عاكس. ريني لي بقى. مين قالك اني عايزه رقم تليفونك اصلا؟ 010 584 1311. انت بقى اكيد عايز رقم تليفوني صح؟ لا ما عندكيش مانع. اتفضل. 012 513 6240. غريبه ان انتوا مش حافظين ارقام تليفوناتكم. لا اصل انا بنساه على طول فقلت اسجله احسن. انا يا جماعه كان نفسي اقف معاكم اكتر من كده لكن انا فعلا اتاخرت على الشغل. يلا تصبح على خير. باي. ايه اللي انت عملتيه؟ ايه؟ انا سعيد قوي اني اتعرفت عليكم. مع السلامه. انت مش شايفه ان انت زودتيها شويه؟ ايه هو مفيش غير ابوكي لبناني في مصر يعني؟ واسمي جمانه، قلنا اوكي، كمان تديله رقم تليفوني؟ كنت عايزاني اكذب.
لا العفو. شوربه تايلاندي على فكره. يا كابتن يا كابتن الاخ ده كان بيعاكسني. والله بيفهم. ايه الموضوع؟ ما نفسكيش تركبي طياره؟ ما انت عارفه اكتر حاجه بحبها العجل. بس العجل ما بيطيرش. باي باي. ما قلتليش ايه رايك في الموزز؟ ياسمين ظريفه. وجمانه دي زباله. انت تعرف رقم اللي اسمها ياسمين ده بتاع واحد اسمه جورج بوليس؟ ويطلع مين جورج بوليس ده؟ خضيتي مش كده؟ اصلي ما حسيتش بحضرتك وانت داخل يعني. هتحسي. اقعدي. امال فين مدام جورجيت؟ حست بيا طول الليل بتحس بيا، تعبت، جالها صداع ما جاتش. سلامتها الف سلامه. وسلامتك انت كمان. عايز اعمل لك تعمل لي ايه يا بوس؟ شعرك. ها؟ بس حضرتك يا بوس ما بتحطش ايدك غير على الزباين المهمه. هو في اهم منك ولا اطعم منك ولا؟ شوف شغلك. هلو سالي. هلا جو. اتفضل يا حبيبي اتفضل. ايه ده مش ممكن ياسمينة. هي هتعمل لي ايه النهارده؟ لا ما تسأليش. لما تشوفي هتتبسطي. الو. الو. ايوه ياسمين انا سمير. سمير مين؟ اوام نسيتيني، انا سمير شيف سمير. سمير ازيك؟ انت ايش عرفك ان انا ياسمين؟ لا هو ده مش تليفونك؟ ده هو يطلع صاحبتك ومدام تقيل. وانا مش قايله له ان جمانه يبقى عارف مين ان انا ياسمين. اوه ايه ده؟ انت عامله رجيم جامد قوي. جمانه اديته نمرتي على انها ياسمين. الو. يبقى انا جمانه صح؟ اتجننتي يا بنت؟ ايوه. الو. ايوه يا سمير انا ياسمين. الجو سخن. وانت عامل ايه كويس؟ عامل ايه؟ صراحه مش حلو. سخن قوي. ليه؟ من عمال جمانه صاحبتك. معلش هيك بتتعب. بذمتك ده مش هزار بايخ. هي فاكره دمها خفيف ولا ايه بالظبط؟ ما تنساش انها صاحبتي. الصراحه انت مختلفه عنها خالص. شبهها في التليفون. لا ده صوتها هي بتغني حلو جدا. دي مش ممكن يطلع منها حاجه حلوه ابدا. لا حرام عليك، دي هي كلها على بعضها زي القمر. انت بتقولي كده بس عشان انتوا اصحاب. طب بقول لك انا لازم اقفل. باي باي. الو. ايوه يا جمانه انا عثمان. عثمان. ازيك؟ انت جمانه مش كده؟ تحب احلف لك؟ بس صوتك متغير شويه. بقول لك ايه، انت تعرفي واحد اسمه جورج بوليس؟ جورج بوليس؟ مبروك ميرسي. انا عارفه الاسم ده. ده الكوافير اللي بتشتغل عنده. انت بتسال ليه؟ اصل انا عملت التحريات عنكم وعرفت ان الخط بتاع صاحبتك باسم الراجل ده. ما قلتليش انك بتشتغل في المباحث يعني. طب يا ست ايديكي عرفتي. طب والتحريات اللي عملتها دي ما قالتلكش انه معرفه قديمه وان هو اللي باع لها الخط؟ طب وانت مالك منفعله ليه؟ جمانه. لا أبداً، انا لازم اقفل معاك دلوقتي. ليه بس؟ انت شكلك زعلتي. باي 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 دلوقتي باي. مساء الخير. دوري على حاجه معينه؟ الحب هو ذلك المفتاح السحري لصندوق الحياة. زي الملايكة اما تشوفها ورداية تحلم تخطفها. زي الملايكة اما كل عيد حب وانتوا بحب. كل انا زعلتها من 6 شهور. اتمنى انك تسامحيني واتمنى ان عيد الحب ده يكون بداية جديدة، وانا اسف على كل ده. أنا لك على طول.
خال انا بحسد الكحل اللي كحل رموشك واحمر شفايف اللي زي الشفايف ده انا بحسد اللي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الفالنتاين لكل اللي بيسمعونا دلوقتي بإذن الله. الو، ايوه مين؟ نسيتي صوتي ولا ايه؟ لا بس كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتيني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟ طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟ اكلمك كده؟ صوتك متغير كده ليه؟ في حد جنبك ولا ايه؟ خلاص فهمت وهقفل بس قبل ما اقفل سلميلي عليه وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. بجيبه سوا. انت انسان ما بتفكرش غير في نفسك وخلاص. ما تضحكيش على نفسك، انت اللي عايزه تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه. ليه عملتي كده مع واحد حبك كده؟ كان كل ذنبه انه اداكي كل ما عنده خلاكي اغلى ما عنده في الاخر تبقى نهايته كده. فرحانه باللي جنبك طبعا ما هو زيك وشبهك فعلا بكرة هيعمل فيكي زي ما عملتي كده وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت أنا بخاف عليكي ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. يا سلام، أنا قلت لك مش هتنزلي والله ما أنت نازلة. وبعدين ايه اللي انت كنت لابساه امبارح ده؟ يا بنت انت غاويه نكد، ما قلت لك ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل، اقفل انت الاول. يا حبيبي عشان خاطري اقفل انت الاول بقى. مش قادر اقفل وانت على الخط. وانا كمان. طب نقفل مع بعض. بقول لك ايه؟ بحبك. وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. الاتوبيس اللي هيوصل الجروب الالماني الشرم جاهز؟ جاهز من بدري يا فندم. كويس جدا. وايه كمان؟ هبه، صباح الخير يا فندم. لو سمحتي حضري لي تصريح الاقصر واسوان، ومعلش احنا هنتاخر النهارده شويه، اديكي شايفه ضغط الشغل علينا قد ايه. تحت امرك يا فندم. طب هكلمك تاني. اوكي. عرفت لي ايه مشكله الغردقه؟ كلمت ناس هناك ولا هيردوا عليا. انا ما عنديش حاجه اسمها هيردوا عليا،
دي مش طريقه شغل. لما اكتر من جروب يشتكي يبقى في حاجه غلط، وانا ما بقبلش الغلط هنا ابدا، انت فاهم؟ رشدي بيه انا لا به ولا نيله، مش عايز كتر كلام. انت تنزل بنفسك الغردقه وتعرف لي ايه السبب في المشكله دي، والافندي اللي تسبب في المشكله دي استقالته تبقى عندي بكره الصبح. هبه افندم. اقطعي تذكره للبيع على اول طياره للغردقه. حاضر يا فندم. رد يا باشا. الو يا بابا، انت اللي حطيت لي الرنه دي يا ابن المؤذيه. عايز ايه؟ عايز فلوس. حاضر. فلوس. خلاص بقى، عملت لي خرم في نافوخي. اخفى. في حاجه؟ لا ابدا يا فندم. خلي الخزنه فاتحه لغايه ما عمر يجي، وشوفي لي اخبار الحجوزات بتاعت شرم. حاضر يا فندم. هو ده. هو انت ما قلتليش انت اسمك ايه؟ ايه يا بنت الدلع ده؟ اسمي عمر. وانتي؟ اسمي هايدي. يا سيدي على هايتي. انت قاعد هنا لوحدك؟ لا، قاعد مع ابويا، بس ما تقلقيش، امان، مسافر لي يومين. تعالي بقى. لا لا لا، احسن باباك يطب علينا، ما ينفعش كده. يطب علينا ايه يا بنتي؟ انا خايفه ممكن انت يطب بقولك علينا. مسافر. لا 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 لا. طب استني عشان تطمني بس. ها، الو. ايوه رشدي. صباح الفل يا ريس. انت فين؟ لا بس مفيش حاجه، اصلك وحشتني. والله وحشتني. ماشي يا باشا، سلام. شفتي بقى؟ امان. تعالي بقى. لا لا لا، استنى شويه. ايه يا بنت رايحه فين؟ انت مستعجل على ايه؟ مستعجل؟ تحب ارقص لك؟ ايه الجو القديم ده بقى؟ طب اغني لك؟ انت محسساني ان انا قاطع في البالون. غني. انت قلبك قاسي قوي قوي، انت مش بتحس كده وكده. راجع حس صاحبك عني، راجع صاحبك جنني، راجع قرب طمني، راجع يوم ورا يوم حبيبي مجانين، حبيبي مجانين، حبيبي مجانين، حبيبي مجانين، حبيبي مجانين، يوم ورا يوم حبيبي مجانين، حبيبي مجانين، حبيبي مجانين. انت قلبك قاسي قوي قوي، انت مش بتحس، انت قلبك قاسي قوي قوي، انت مش بتحس. عمر، عمر، ده ابويا، ابويا قوم. انت فين يا حبيبي؟ ايه ده؟ انت بتستخبى حبيبي بس. عمر، عمر، اهلا اهلا يا حبيبي. وحشتني يا بابا قوي. وانت كمان وحشتني، وحشتني قوي. وحشتني والله. ايه ده؟ عمتي زيكا، يا اهلا يا اهلا. يا حبيب قلب عمته، ومفيش حاجه تتاكل في البيت ده ولا ايه؟ انا هروح اعقم ايدي. ايه الجو الجامد ده بقى؟ عالي قوي جو المفاجآت ده. انت مش قلت هتغيب يومين وراجع؟ ايوه، ما انا قلت ان انا هعمل كده، بس بعد ما كلمتني بالتليفون يا بطل ما قدرتش، جيت لك جري على طول. يا راجل ده انا جسمي اشعر من المكالمه دي، حتى شوف لسه مقشعر. بص بص، شايف الاشعار؟ شايف؟ اهي اهي. يا مالك فيك؟ يا حبيبي يا بابا. ايه يا ابني؟ وحشني والله قوي يا بابا. ايوه ما انا عارف. 12 ساعة 12 ساعة ما اشوفكش. طيب خلاص. سوري خلاص. ايوه بابا. هي بقى ده. خلاص بقى. وايه اللي خلاص يا ابن العبيطه؟ خلاص بقى، نقعد نرتاح شوية. ايوه عندك حق نرتاح، بس الجو هنا كاتمه قوي. لا 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 لا، بالعكس ده الجو برد قوي. برد؟ برد وانت واقف بلبوس قدامي كده؟ لا لا، انا هروح افتح الشباك. صداع. صداع يا بابا، صداع. مفيش مقاس اكبر. مفيش صداع يا بابا، هموت. الف سلامه عليك يا حبيبي. انا هروح جري الاجزخانه دلوقتي عشان اجيب لك دواء للصداع، قبل ما تمشي البنت اللي انت حابسها جوه دي. هدي لك نصيحه صغيره قد كده، لما يبقى معاك مزه وعايز تخبيها ما تخبيهاش في البلكونه عشان السياحه بس، ولا انت عايز السياحه تتضرب؟ وانت قلبك قاسي قوي قوي، وانت مش بتحس،
كده وكده هيبقى فيك قلق. ايوه مالك؟ مفيش. يا اخي نفسي مره واحده بس العرب يتفقوا وياخدوا موقف ضد الارهاب، بس هم عاملين زيك. انت عارف ايه مشكلتك؟ انك مش قادر تاخد قرار. فرح برضو، انت عارف ليه مش قادر تنساها؟ لانك ضعيف، وزي ما قلت لك مش قادر تاخد قرار. اصلا انا شفت فرح النهارده في حضن هشام زي ما كانت بتبقى في حضني بالظبط، وبتعمل معاه نفس التفاصيل اللي كنت بعملها معاها. لا، ده انا ممكن اقول لك اللي اكتر من كده. انا متاكد انه بيعمل معاها بالظبط زي ما انت كنت بتعمل. اعتقد انت فاهم قصدي كويس. عمر يا ابني، انا عارف ان الكلام ده صعب وبيوجع، بس هي دي الحقيقه. العشرة يا بابا أصعب حاجة في الدنيا، لما تحب إنسان وتتعلق بيه وفجأة تتحرم منه، وتلاقي نفسك فجأة مش من حقك حتى تسلم عليه لما تشوفه. بس يا حبيبي بس. انت هتقولي على العشره؟ طب انا من ساعه ما والدتك اتوفت الله يرحمها بقالي 15 سنه 15 سنه ما لمستش واحده ست الا الست دي. دي بقى تبقى نعمة اللي حكيت لك عليها. انا اتجوزتها النهارده. عمر، انا روزي حكالي عنك كتير وعارفه انك راجل بجد. ما تزعلش على اي حد باعك، انت مليون واحده تتمنيك. خلاص يا حبيبتي، روحي انت وانا جاي وراكي على طول. اسيبكوا انا بقى. يلا عمر بقى، خلاص فوق يا اخي فوق. في ايه؟ هقول لك نكته. مره واحده ست وحشه قوي 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 لقت مصباح علاء الدين، دعكته طلع العفريت. شبيكي لبيكي عبدك وليديكي، عايزه ايه؟ قالت له عايزه ابقى بيضه ومقلوظه وحلوه كده وجميله والرجاله يقفوا عليا بالصف. اوعى يا روزي ما يلا بقى. خلاص بقى يا حبيبتي، ما قلت لك انا جاي اهو. الله. خلاص يا بابا روح انت، خلاص انا تمام. لا لا لا، انا قاعد. رشدي يا ستي قلنا جايين دي. خلاص يا بابا والله روح، والله انا تمام خلاص. لا لا لا، انا هقعد معاك شويه يا اخي. فيها ايه؟ انا مش فاهم. يا رشدي يا عم قوم، لا تقوم تبلعنا. تبلعنا مين؟ ده ابوك المهلك. يلا هسيبك. بابا. نعم. مبروك. بابا دماغه مطرقعة قوي، بس بحبه قوي قوي وماليش غيره. حياتي مش هتقف عندك، هنساك يا فرح، هنساكي وهبدأ من جديد. يا خسارة. مع السلامة. مع السلامة يا أرق كدابة. ها مضيتي ولا لسه؟ بس ايه؟ يلا فرح، ورانا شغل كتير. حاضر.
عم نهى عماله تعيط من الصبح. يا دي نهى وقرف يا عم، انا عملت لها حاجه؟ يا عم انا عارف يا عم، بس شافت الصور. صور ايه يا عم؟ انت هتجنني؟ هي مراتي ولا خطيبتي؟ اسمك ايه؟ ميرسي. انت اسمك ايه؟ سلمى، لو في اي حاجه واقفه معاكي انا موجود. وعلى فكره انا ممكن اشرح لك المواد المرتبطه بالسنه اللي فاتت، واكيد هتبقى مختلفه عن اي حاجه خدتيها بره. استاذ طارق، المكتبه مليانه، ولو ناقصني اي حاجه انا هعرف اجيبها لنفسي، ما تعودش اعتمد على حد. ثانك يو فيري ماتش. عن اذنك. اوكي. استجدعتك موت لما زحلقتيه، اصله بصراحه غليظ قوي ومنفسن ودمه تقيل. انت سلمى مش كده؟ انا ستي اميره. عمور ميرو، ازيك يا واد؟ ازيك يا بنت؟ عامله ايه؟ انت فين؟ ايه يا بنت الحلاوه دي؟ بطل اسكت بقى، خلينا نعرفكم ببعض. دي بقى سلمى، كل معلوماتي عنها شيء من الانطوائيه، شيء من الكآبه. سوري يا سلمى. ده بقى يا ستي عمر، انتي من لدود. ازيك يا سلمى؟ تمام؟ انا هو ده. استمري بقى. ممكن ايدي؟ استمري. ايدي بعد اذنك. استمري. ايدي ايدي. ايه يا بنتي في ايه؟ ده ايه ده مش طبيعي. ما تشيلي النضاره دي يا ست ناديه لطفي. نعم. الله 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 الله، عشان نعرف نتكلم بس، وبعدين نشوف جمال عينيكي. اتكلم معاك بتاعي، انت هتطلع مين اساسا؟ يعجبني في صاحبتك شخصيتها القويه. ايه ده مجنون رسمي. انا غلطانه وقفت معاكوا اساسا. يا سلمى، انت ايه على طول فاضحنا؟ معقولة ده يا كوثر؟ مش عارفة ان انا بروح اجيب ابني من المدرسة؟ غصب عني والنبي هتعب. اديك هتنزلي الشارع وتشوفي بنفسك الناس كده بيلعبوا طاولة في الاشارات. يعني لسه قدامي 10 ساعات. قلبي بيتقطع لما بروح متأخرة يا كبتي، ولا ايه واقف لوحده قدام بوابة المدرسة. والنبي لولا الزحمة لا كنت جيت لك في ميعادي مظبوط. شوفي بلبس البلطو بسرعة ازاي؟ ها؟ والنبي يا كوثر، انا مستعدة انزل على الاجازة بتاعتي واشتغل خدامة، بس تيجي في مواعيدي. تقول لك ايه؟ الشغل كله تمام. تاكسي! تاكس! يا تاكس! 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 المنيرة يا اسطى، شارع القصر العيني لو سمحت. نادي الزمالك لو سمحت، انا اللي شاورت له قبل منك. لا انت ما شاورتلوش قبل مني ولا حاجة، احنا الاثنين شاورنا في نفس الوقت، بس انا اللي هركب عشان واحدة ست. بس انا متاكد اني شاورت له قبل حضرتك، ثم انا ظروفي قهريه. مهما كانت ظروفك مش هتكون زي ظروفي، بعد اذنك. اعملي معروف يا مدام، انت كده هتضيعي مستقبلي. انت ايه رايك يا اسطى في اللي بيحصل ده؟ يا ست هانم انا قربت من الشغلانه دي رابع خناقه النهارده، اللي هيركب المدعوقه دي هتقوم بيه. يا جدع انت خليك شهم بقى، ما يصحش كده. يا ست انا غريب، اول مره اجي مصر، ومن غير التاكسي ما اعرفش اروح المكان اللي عاوز اروحه، اتوه. وانا ابني واقف قدام المدرسه بقاله دلوقتي اكتر من نص ساعه، وده عيل صغير. ان كان يرضيك تاخد انت التاكسي وافضل انا واقفه كده. اتفضل اذا كنت تقبله على نفسك. اقبله طبعا. الشنطه مفتوحه يا مدام. المهية فلوس الجمعيه، كيس الفلوس بتاعي. يا حرامي يا بتاع ال3 ورقات. لا من فضلك، انا راجل محترم. انت محترم انت؟ عليا انا الكلام ده. ال40 جنيه بتوع المهية و120 جنيه فلوس الجمعيه. يا امين شرطه الحقني، انا هوريك بحقيقي. لا حركات الزون مصر دي ما تخش عليا. استنى ما اشوف نفسي. نعم يا اخويا نعم. محفظتي يا حراميه يا نور، انا مش هسيبك.
ايه يا استاذ؟ هتقولي علين؟ هتقولي علين يا استاذ؟ اطلع يا اسطى، ده الموضوع كبر. نطلع شوف اكل عيشك. اطلع. تضحكي عليا وتفكرني كويس الامين اهو. اعمل معروف يا حضرة الضابط، ابني في الشارع بقاله دلوقتي أكتر من ساعة، وده عيل صغير عمره 7 سنين. ايه الحكايه يا مدام؟ الراجل ده سرقني. لا يا سعاده البيه، هي اللي سرقتني، وانا غريب مش من البلد دي وسرقتني. احترم نفسك يا أفندي، ما انتش مكفيك انك حرامي وكمان قليل أدب. من فضلك يا مدام. معنى كده اني حرامية يا حضرة الضابط؟ ده انا حكيمة محترمة بشتغل في الهلال الأحمر وعلى بعد خطوتين منكم هنا. ودي البطاقة الشخصية بتاعتي اهي. برضه هدي نفسك يا مدام. اهدي نفسي ازاي بس يا بيه؟ وابني اللي واقف في الشارع ده مانيش عارفة جراله ايه. تقدري سيادتك تروحي تجيبي ابنك. والافندي ده هتفضلوا ماسكينه؟ طبعا، لحد حضرتك ما تشرفينا علشان نفتح المحضر ونشوف ايه الحكايه. كتر خيرك يا سعادة البيه. ايه؟ حسك عينك تعلي صوتك عليا، انا بقول لك اهو. حضرة الظابط، الست دي لا يمكن تخرج من هنا، تجيب محفظتي الاول وبعدين تخرج زي ما هي عاوزه. انت اسمك ايه؟ شحاته ابو كف. ابو ايه؟ ابو كف. انت من انهي بلد يا شحاته؟ من المنيا يا سعاده البيه. وفين بطاقتك الشخصيه؟ البطاقه الحقيقة ما معيش بطاقة. ليه يا شحاته؟ أقول لسعادتك البطاقة كانت في جيب القميص. كويس. أمي خدته من على جسمي وعطشت طوالي. على ما افتكرت إن البطاقة فيه ورحت أجيبها لقيتها عايمة على وش المية. فرافيت. ايوه اسرح اسرح اسرح. طب اتفضلي انت يا مدام واحنا في انتظارك. نص ساعة وتاني جاية. نص ساعة؟ دي كانوا شوية. يركني فين يا بيه؟ الشنطة. انت واخدني على فين؟ امشي قدامي بلاش غلبة. سامحني يا اشرف يا حبيبي، انا لا يمكن اتاخر عليك بعد كده، ان شاء الله الدنيا تتهد حتى. يا ماما انا كنت خايفه عليك انت. يا طلع يا حبيبتي حتى من قلبي. يلا يلا يا حبيبي. بسلامته راجل صغير، ربنا يحميه. اتفضلي ريحي نفسك. معلش كتر خيرك، اصل انا مستعجله شويه. يلا. العفو يا استاذ، مع السلامه. هاتي كبي مي أول ما وقف كبي عاوز مدير الامن شخصيا، عاوز البيه المحافظ. انا مش حرامي، انا واحد مهم جدا. صحيح البطاقة باشت في طيشة الغسيل، لكن انا اشحت ابو كف ومعايا اثبات شخصية. طلعوني من هنا قبل المسألة ما تكبر. اوعى تمد ايدك عليا، فيها رفض على طول. روح ربي عيالك احسن لك. تعالى يا خفيف، البيه الظابط عايزك. اطلع. طب ايه اللي جابك يا فاي؟ والنبي خلي اشرف معاكي شويه وانا راجعه لك حاجه. رايحه فين؟ رايحه ايه يا مصيبتي؟ ايه يا ماما؟ ماما جايه لك تاني يا حبيبي. يا اختي الاسم ليه عملت ايه؟ والنبي من؟ امال مين؟ هو. انطقي، هو مين؟ واحد نشال سرق المهاني، الله لا يكسبه. ومسكتيه؟ ايه اللي مسكته؟ هو انا عتاقه؟ هو انت دايما تسكي كده؟ اعمل ايه بقى في حظ الهباب ده؟ وانت عندك حظ خالص يا اختي. انزلي هاتلك حظ من شارع الشواربي. بنت المرضى مع المسكه دي ولا كيلو. ايه الزيطه والدربكه اللي انت عاملها دي؟ مش معقول يا فندم انا اخش التخشيبه واتهزق بالشكل ده. هو انت لسه شفت حاجه؟ انا لسه هشوف اكتر من اللي شفته. اول ما انزل اتنشل وتلزق بيا تهمه واخش التخشيبه وتعاملوني كده زي ما اكون واحد اي كلام. ولما حضرتك مش اي كلام تبقى مين؟ قلت لحضرتك انا شحاته ابو كف، ويطلع من شحاتي ابو كف ده. مش ذنب انك ما تعرفش مين هو شحاتي ابو كف. كلم البيه الظابط بالادب. عال ده انتوا باين عليكم سويتوه. يا ترى اخترت حد الظابط؟ لسه.
اتفضلي استريحي. حد قال لك اقعد؟ زيها تمام. اذا كانت هي بتقول عليا حرامي انا بقول عليها حراميه. بالك منها ست. ما هو انتوا كده في مصر الستات عندكم لهم قيمه عن الرجاله. بس هي معاها اثبات شخصيه وانت لا. اثبات الشخصيه اهو. شوف يا حضرة الضابط، يمكن تلاقي صورته في صفحة الحوادث. حوادث ايه يا مدام؟ ده انا شحات ابو كاف في راس الحربه. نادي الزمالك ترتيبه كام السنه دي في الدوري؟ سادس يا اخي، حاجه تغيظ. لا ما تتغاظ، هياخد الدوري. بجد؟ انا هلعب ماتش بكره. تحب الزمالك يغلب كام؟ يعني 5 علشان السكور. هيبقوا 6 عشان خاطر. صحيح. الله 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 الله، انت صدقت ولا ايه يا حضرة الضابط؟ ده جاي من ورا الجاموسة عدل. جاموسه؟ اتفضل يا حضره الضابط. تلغراف جاي لي من نادي الزمالك، ممضي من رئيس النادي شخصيا. يا شحاته يا ابو كف، احضر فورا، تم قيدك في اتحاد الكوره، ستلعب المباراه القادمه. يا اخي لعبت عليك نفسك. هلعب المباراه القادمه. ايوه يا رشوان، اديني نادي الزمالك حالا. يعني بدل ما تكشره في نافوخي كشره في الجون. مش معقول يكون التلغراف ما وصلوش لغايه دلوقتي. حد برضه يبعت تلغراف، كان المفروض حد يروح يجيبه. انا خايف يكون تاه في مصر، ولا يمكن يكون حد خطفه. بقول لك ايه، احنا نبلغ البوليس احسن. بوليس ايه؟ ما تلغط مسكاتك انت. هو لعيب كويس يا كابتن علي. لعيب كويس؟ ده مخه كله مليان كوره. كلمه كويس دي شويه تنقال عليه. شحاته ابو كف ده معجزه كرويه. كابتن علي. ايوه. الذكية اتصل بقول شحاتة ابو كاب محجوز هناك. محجوز؟ فنان غزولي ورايا. افهم من كده انه لو طلع ابو كفن بتاع الكوره لا هيبقى الحرامي ولا سرق كيس الفلوس بتاعي. ابو كف يا مدام. بص بقى. طبعا يا مدام. وهبقى انا اللي حراميه وسرقت المحفظه بتاعتي. لا يا فندم. امال ايه الوضع؟ الوضع ان حضرته راجل محترم وسيادتك ست محترمه. كتر خيرك. لكن في حرامي انتهز فرصه الخلاف اللي بينكم وسرقكم انتوا الاثنين، وان شاء الله هنقبض عليه. يعني فلوسي وفلوس الجمعيه راحت. وفلوسي اعيش ازاي؟ ده انا غريب مش من البلد يا كابتن علي. كابتن علي الناشف مدير الكوره بنادي الزمالك. انت غني عن التعريف يا كابتن. الله يخليك يا فندم. شحاته ابو كف. بس داخلين يحطوك مطرح والله. حاضر ابو كباتن. في اي مشاكل يا حضره الظابط؟ لا يا كابتن، ده سوء تفاهم وانتهى خلاص. يعني نقدر ناخد معانا نجم المستقبل؟ طبعا يا كابتن. وشكرا على حسن المعامله. انت شرفتنا يا كابتن شحاته واملنا فيك كبير. يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. البطاقه. حضرتك اهلاويه ولا زملكاويه؟ حضرتي هطق من حضرتك. تبقي اهلاويه وان شاء الله ربنا هيقدرني واغلبكم. هقول لك ايه بس، اذا كان انت لا عندك دم ولا احساس وناسي انك سبب الكارثه اللي حصلت لي النهارده. تعيشي وتاخدي غيري. يا برودك يا اخي، يا برودك يا برودك. ما يصحش يا سهانم. ايه يا برودك دي؟ ده لعيب محترم وبيسخن قبل كل ماتش. ده لعيب محترم ده يا اخي، علفوه وحطوه في زريبه. زريبه؟ ده نراديو به كمان. هقول لكم ايه بس، عليه العوض ومنه العوض. راحت المهية وراحت الجمعية وده كله من نقهم فين. يا عمك اللي حصل ده حتى. جيت يا عفاف؟ أشرف فين؟ بيلعب مع العيال. قولي عملتي ايه؟ المهية كانت في الشنطة وفلوس الجمعية كانت في صفة الشنطة. خدت أنا الاتنين النهاردة الصبح وحطيتهم في المحفظة. فالحة يا حبيبتي وراحت المحفظة. طب والحرامي اللي انت مسكتيه؟ ما طلعش حرامي، طلع لعيب كورة وخرجوه من الاسم بزفة. ليه؟ كان بيجيب اجوان في الاسم؟ يا كوثر أنا تعبت واتبهدلت. تعبتي عشان وحدانية، مفيش حد واقف جنبك. تتجوزي يا عفاف. أتجوز؟ هو أنا لقيته قلت لأ؟ لقيت راجل عادل وقلت لأ؟ ما تاكليش وتنكري زي القط. اتقدم لك عرسان كتير. كلهم عواجيز عاوزاني حكيمة لهم في البيت زي ما الحكيمة في المستشفى. لا كان فيهم جدعان. هو لو كان فيهم جدع واحد كان هرب وسابني. دول ثلاثة. ما
تحبش الهبه دي؟ عيب كمان، عيب لما تبقي بجمالك ورقتك وروشتك وتقولي الكلام ده. تزعليش، بهزر معاك. انا لو بصيت في خلقه راجل بعد كده ما بقاش اسمي عفاف. بتنيني لك حظ الهباب. شحاته بكره اخر تمرين قبل الماتش. جمهور الزمالك من اسوان لاسكندريه، امله في ربنا وفيك. كله على الله يا بيه. شد حيلك يا شحاته. ايه؟ هات خلصتي؟ طيب يبقوا كام دلوقتي؟ انت شغال حتى انت مالك هي فلوسك؟ هتديني شحاته، انا عارف ان فلوسك اتسرقت. خد القرشين دول من جيبنا الخاص على مكتب مذاكره النادي، اصرف لك قرشين. لا مفيش داعي يا كابتن علي. اسكت. خد يا شحاته، تاكل كويس وتنام كويس يا شحاته. ها؟ بالمناسبه انت ليك حد هنا هتنام عنده في مصر ولا هتنام في القنطره؟ لا هنام عند قريب. قريبك؟ وانت ليك قريب هنا في مصر؟ امال الاستاذ عبد الفتاح اسماعيل، ده مدير عام في وزاره الاوقاف. وده ساكن فين؟ في شبرا. على خيرة الله. شوف، تاكل كويس وتنام كويس يا شحاته، والصبح الساعه 10 بالظبط عاوزك تكون موجود هنا في النادي ان شاء الله. ها؟ يلا يلا. يا ام هاشم، اي خدمه؟ عاوز اوضه. اتفضل جوه في الريسبشن. مين؟ جوه اتفضل. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. الاقي اوضه فاضيه؟ كام ليله؟ جمعه 10 ايام. ممكن 4 ايام بس. وليه 4 ايام بس؟ لاننا مرتبطين بحجوزات تانية. زي بعضه. بعد ال4 ايام يحلها ربنا. بس ممكن اعرف الاسعار عندكم قد ايه؟ 18 جنيه. يعني الليله ب4 جنيه ونص؟ ده كتير قوي. الليله الواحده ب 18 جنيه. الليله الواحده 18 جنيه؟ ايوه، وفي 12% خدمه. ليه؟ هو انا عريس؟ ده انا لعيب كوره في نادي الزمالك جاركم وعاوز اسكن قريب من النادي. تقدر حضرتك تقول لي عايز اوضه بكام في الليله وانا ادلك. جنيه واحد. بص يا اشرف يا حبيبي، انا هسهلك الحكايه. افرض اننا عندنا 6 تفاحات وعايزين نقسمهم بينا وبين بعض. انت هتاخد كام وانا كام؟ ما يصح، عيب. هو ايه اللي ما يصحش؟ اننا نقسمهم والاحسن نسيبهم صحاح. يعني ايه؟ يعني انا اخد 6 تفاحات وانا يا ولد انت بقى تاخدي 6 برتقانات. كده برضه يا اشرف؟ الله، انت زعلتي؟ مش انت دايما اللي بتقولي لي لازم تاكل وتتغذى؟ ايوه انا اللي بقول. تسمح تخليك معايا في الدرس شويه وتبطل هزار؟ حاضر. يا ولد خليك هنا ما تغلبنيش. حاضر. اقعد ذاكر. حاضر. يوه، بص في الورق. حاضر. Wait a minute, I think we ought to talk about it. It's better to get on equal opportunity, equal pay, things like that. But guys, I know هدوء شويه، بذاكر للولد دروس. هدوء ازاي يا بنات؟ دول بيلعبوا على كيلو كباب. كيلو كباب، كيلو سمك، بلاش دوشه اللي فتحتوها على اخر ليله البانسيون دي. That's what they really care about. How much can I do about those things? I'll state that. بس يا حبيبي، كلم الحاجه يا استاذ امين. هناك يا حافظ. امتى ربنا يتوب علينا؟ ماما. نعم يا حبيبي. احنا ليه ما عندناش شقه؟ انت بتسالني انا يا اشرف؟ امال اسال مين؟ والله ما انا عارفه نسال الحكومه ولا نسال اصحاب العمارات. يعني ايه؟ هنفضل عايشين هنا على طول؟ لا يا حبيبي، لازم هيكون عندنا شقه، بس هتكون صغيره. ابوك ساب لنا فلوس كتير قوي عشان نشتري بيها شقه. كام كده؟ كام كده؟ انت مالك ومال الحاجات؟ الحق عليا، خايف لحد يضحك عليكي. ولد، انت مش هتبطل لماضه وشقاوه بقى؟ مش انت اللي دايما تقولي ان كلهم بيضحكوا عليكي؟
طب تسمح تقوم تنام بقى؟ هات بوسه. تصبح على خير. وانتي من اهله. اهلا يا ابو خالو. بتتفرج ها؟ اسماعيل باشا الدكر. استنى شوف ده خليل بيه ابو قتايه من بقيه العز بتاع زمان. اتفضل تعالى اتفضل. تعالى تعالى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا اخي اتفضل اهلا وسهلا. اوضه ولا سرير؟ سرير في اوضه. جناح يعني؟ لا جناح لا، اوضه لوحده. ما هو عندنا اسمه جناح. سيادتك ناوي تشرف عندنا كام يوم؟ جمعه 10 ايام. انا ايه يا عمي؟ فين البطاقه بتاعتك؟ الحقيقه معيش بطاقه. نعم. لكن معايا اثبات شخصيه. باسبورت؟ لا. امال ايه؟ البطاقه يا سيد. كان جورنان ده جورنان. انا. انت ايه؟ شحات ابو كف بتاع الزمالك. مين؟ كابتن ابو كف. اهلا 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 اهلا. على مهلك تهده، ده مش بتاعنا. وده بسيوني بسيوني. ايوه يا عم فرج. خد الكابتن على جناح اسماعيل باشا الدكر يلا، وغير له كل المرايات خليها نظيفه. اتفضل يا بيه. لا سيبه ده هايد نمرته. نكته. ايوه. الله ده فهمنا. مفاتيح العربية. استني انت.
مالك يا مديحه؟ شريف وديني اقعد في اي حته، في حاجات كتير حصلت في البيت عايزه احكيها لك. ايه ده؟ شريف شريف استنوا هنا. شريف شريف انزل يا شريف. مفيش حاجه يا مديحه، دي ماسوره مكسوره وهي اللي عامله الصوت ده. البنت الصغيره هتجنني يا صالح. هدي بالك يا فتحيه، هتعملي عقلك بعقل بنت صغيره؟ ما دام امها مش عارفه تربيها اربيها انا. واحنا مالنا يا فتحيه، هي بنتنا. امال اسيبها تجنني؟ ده انا موتها بالمنجل ده. ولادي غادة، فين البنت اللي دخلت دلوقتي؟ بنت مين يا ماما؟ محدش داخل غيرك. خطوه مباركه يا استهان، نورت بيتك. الست اللي كانت معاك دلوقتي راحت فين؟ ما كانش معايا ستات. لا كانت معاك. الست اللي كانت بتقول هطير رقبتها بالمنجل راحت فين؟ لا مؤاخذه يا استهان، انا جاي لوحدي، مفيش حد تاني. اسمك صالح مش كده؟ ايوه يا استهان. وهي اسمها فتحية. مفيش حد هنا في المنطقه اسمه فتحيه يا استهان. إلا مين يا عم صالح؟ فتحيه مراتي، الله يرحمها، دي ماتت من يجي 25 سنه. ماتت؟ مش ممكن مش ممكن. ايه اللي اخرك يا شريف؟ غصب عني يا مديحه،
الشغل فيه طوارئ. في حاجة حصلت؟ انا خايفه يا شريف، خايفه قوي. خايفة من ايه؟ مش عارفه. مديحة، أنا ميت من التعب ولازم أنام فورا. يلا يلا حبيبتي. يا ساتر، حتة يوم متعب. انت عارفة المحول الرئيسي ده لو كان اتحرق كانت بقت كارثة. انت عارفة المحول الكهربائي ده لو كان اتحرق كان بقت ايه؟ اولا ثمنه اكتر من مليون جنيه. شريف، انا عايزه احكي لك على اللي حصل لي النهارده. انا خايفه قوي. مديحة انا تعبان وعندي شغل الصبح بدري ومرهق ومش قادر اقف. الصباح رباح، بكره تحكي لي اللي انت عايزه تحكيه واوعي تصحيني مهما حصل. مديحة 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 مديحة، تعالي مديحة. ماما 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 مديحة مديحة، مديحة تعالي مديحة تعالي. مديحة مديحة مديحة، ايه طالعه من الارض؟ مدفونه هنا، مدفونه هنا، ايد مدفونه هنا، ايد ميت، ايد ميت. ايد ايه يا مديحة؟ دي ايد عروسة، ايد عروسة قديمة. امسكيها بنفسك. انا هتجنن يا سليم، بس هتجنن. ايه اللي بيحصل لي؟
كده برضو يا توتي، وده وقته وده وقته تموت والعيال في البيت. ماما، هو توتي يصحى تاني ولا يفضل ميت على طول؟ كلنا هنصحى يا حبيبتي يوم القيامة عشان نروح الجنة. الجنة شكلها ايه يا مامي؟ جميلة، جميلة جدا، فيها كل حاجة حلوة في الدنيا، فيها العصافير والورد الحلو والعرايس الجميلة والناس الطيبة اللي ما بيغلطوش. هو لازم نموت عشان نروح الجنة؟ أيوة حبيبتي لازم. يا رب نموت أنا وأنت يا ماما عشان نروح مع توتي الجنة. يا حبيبتي يا حبيبتي. صباح الخير. أنسة كريمة، أهلا. إيه؟ أخبارك إيه؟ أنا لقيت كل البيانات اللي قلت لي عليها ورجعت على كل الكشوفات. عظيم عظيم. أهي الحكاية دي بقى يا ستي بنعملها كل أول شهر. بس دي صعبة أوي. هي مع الوقت بتبقى سهلة. وأي يعني مع تكرار أي بيانات بتبقى موجودة في الدفاتر وتبقى جاهزة. ما اتفضلي حضرتك استريحي. لا استريح إيه؟ أنا حبيت الشغل جدا ونفسي بقت مفتوحة أوي. طيب الحمد لله. احنا سعداء جدا لانك هتشتغلي معانا. اظن بقى من حقك دلوقتي انك تشربي حاجه، خصوصا بعد التعب ده كله. ها؟ تشربي حضرتك ايه؟ لا أعزمك أنا بقى. بس ما يصحش. بلاش تخليني أحس إني ضيفة. إحنا مش بقينا زملاء خلاص؟ طبعا. على فكرة بابا كان بيشكر فيك قوي. الأستاذ عبد المقصود ده أستاذي وياما اتعلمت منه حاجات كتير. امبارح كان قاعد بيتكلم مع ماما عليك، تلاقيك شرقت. ممكن أطلب منك حاجة؟ أنا تحت أمرك. يا ريت ما تعاملنيش على إني بنت المراقب العام. حاضر يا ستي. اهم حاجه يا كريمه ان ما حدش يقول عليكي انك مسنوده على ابوكي. لازم تعتمدي على نفسك عشان ما يقولوش علينا ان احنا عاملينها كوسه. طبعا يا بابا. طبعا ده ايه؟ والله ما كانتش تستند على ابوها، هتستند على مين؟ نصله ارجوكي، دي حاجه خاصه بالشغل وكريمه فهماني كويس. امال احنا عيناها عندك ليه؟ عشان تحس ان وراها ده. الظاهر اني هسيب الاكل واقوم. احسن. ليه بس يا بابا؟ ما هو مش معقول كل ما اتكلم تروح حاطط حشره مناخيرها حتى بالشغل. ناقص بعد كده تقولي هات الشغل هنا قضي عليه. يعني انا بخلص لعبد المقصود؟ لا يا ست، انت بتتكلمي عين العقل. كريمه نعم. بعد كده يا بنتي اللي يجيب لك شغل تقولي لي استنى لما اخد اذن من امي. مش حاجه. طب لما كان؟ انا عايز الاداره بتاعتنا ينضرب بيها المثل في المصلحه كلها. اذا كان الشغل في ميعاده هصرف لكم مكافآت. لكن اذا بقى حصل اي تسيب، اي اهمال، اي تهاون هتبصوا ما تلاقونيش. انا مش هتكلم، هتلاقوا استقالتي فوق مكتب. لا الله لا يقدر يا فندم، كل شيء وله حدود. انا طيب لكن لو طاقت في دماغي هدوس على الوظيفه واقعد في بيتي. وكفايه عليا اللي من الاداره. لا تزوير ولا تصاريح ولا جمعيه فئويه. وحذاري ثم حذاري. اسال على اي واحد تقولوا لي ده بطولة الميه. عارفة يا كريمة، أنا بندم على كل لحظة ضاعت من عمري من غير ما أشوفك فيها. ياما مرت عليا أوقات كنت بحس فيها بالوحدة والحرمان. الحرمان؟ طبعا. أي إنسان ما مرش بتجربة حب بيبقى أكيد محروم.
بس انا عمري ما حسيت بالحرمان. مش محرومة؟ ازاي يعني؟ لا لا ما تخافش، انا كنت دايما بحلم وكان عندي امل ان الحلم ده يتحقق. واتحقق؟ يا دمك لسه بتسألني؟ تبقى جنبي ولسه بتسألني؟ مادام صرحتيني بقى انا كمان ما كنتش محروم قوي. المهم سيبك من اللي فات وخلينا في النهارده. وكمان بقى بصراحة انا ما حلتيش غير مبلغ صغير ورثته عن المرحوم ابويا. كفايه اخلاقك. لعلمك انا لا عندي املاك ولا طين ولا حتى عمارة زي دي. انا عمري ما فكرت ان شريك حياتي يكون عنده عمارة. صحيح. عارف يا سمير، الحب هو السعادة الحقيقية، لكن العمارة ممكن تقع يا حبيبي. يا سمير، عاوزني في حاجه ضروري؟ ايوه. خير، انا بقى النهارده عملت لك كشك بقى صعيدي اللي هو على شويه دمعه متسبكه على حته فرخه بلدي هتاكل صوابعك وراها. مش ده الموضوع اللي كنت عاوز اكلمك فيه. عارف يا سيدي، اوضتك اهي لقيت حد فيها، والحمام انا منعت العيال من اي مخلوق فيهم يخشوا. يا اخي مش عاوز انام، عاوز اتكلم معاك. طب والعيال اللي جوه؟ هم يعني العيال هيطيروا؟ لا، الفلوس اللي هي هتطير، اللي ما يروح العيال لاهاليهم ويقولوا لهم انهم ما خدوش الحصه هيخصموها من الحساب. الحصه ب2 جنيه، اضرب بقى في كام راس. طب خلاص مش عايز حاجه امشي. طب خلاص ما تزعلش انت. خلاص انا هروح ادي العيال شويه تمارين يتلخموا فيها وبعدين اجيلك. طب افهم بس ايه راس الموضوع بالعربي كده؟ قررت اني اتجوز. قررت اني اتجوز. تتجوز مين؟ هتجوز كريم. في الحالة دي بقى اخلي العيال يروحوا. قمت ليه دلوقتي من غير مناسبة؟ طب ده انا روحت العيال وخرجت معاك وعزمتك على الغدا على حسابي. شوف انت دلوقتي كلفتني كام حصة لغاية دلوقتي. يا جدع انت، انا عايز افهم ايه اللي قالب مخك دلوقتي. الشقة. شقة ايه؟ الشقة اللي هتجوز فيها. يا سلام يا سيدي، الشقة موجودة وتحت امرك. موجودة؟ الله. طب وانت يا عبد الرحيم؟ مالكش دعوة بيا. ازاي بس؟ يعني عشان انا هتجوز تقوم انت تشرد يا عبد الرحيم؟ احترم نفسك. انا عمري ما اتشرد، انا عامل ترتيبي كويس. ايه يعني؟ هتنام فوق السطوح؟ قلت لك مالكش دعوة. المهم دلوقتي تنتهز الفرصة وتروح تطلب ايد كريمة فورا، وقت الشقة يحلها ربنا. ايوه يا عبد الرحيم، لكن يا بني ادم افهمني. ابدا اولا اول خطوة واشبك البيت قبل ما حد تاني يلهفها، وبعد كده نفكر في الخطوة اللي بعدها. اما من ناحيتي انا فاطمن، انا هفضل واقف جنبك لغاية ما ادخلك قفص الزوجية بايديا. انت بشير يا عبد الرحيم، قلت لك اغسل ايديك يا اخي. ادخل. اهلا يا استاذ سمير، اهلا، اتفضل. انت قلت لي انك عايز تكلمني في موضوع مهم. خير؟ هو خير طبعا خير ان شاء الله يا فندم، خير. بخصوص الشغل طبعا. لا هو في الحقيقه يا فندم يعني مسألة شخصية شوية. شخصية؟ بخصوص ايه بالظبط؟ هو اصل في الحقيقة يا فندم يعني قررت اني اتجوز. تتجوز؟ ايوه يا فندم. والله ما شاء الله ما شاء الله، ما ده جواز استقراري. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك في سعادتك يا فندم. وإيه بقى المشكلة؟ عايز سلفة؟ لا اطلاقا، سلفة ايه يا فندم؟ هو في الحقيقة انا بس كنت يعني طمعان في موافقة سعادتك. موافقتي على ايه بالظبط؟ استاذ عبد المقصود، انا جاي طالب من سعادتك ايد بنتك الانسة كريمة. بنتي؟ بقى نصوم ونفطر على بصلة. بس سمير مش بصلة يا ناصر. موظف ولا مش موظف؟ موظف. يبقى بصلة. يعني انت يوم ما اتجوزتيني فطرت على بصلة؟ ده زمن غير الزمن يا عبد المقصود.
ابويا وامي كانوا فرحانين قوي ان هيجوزوني راجل موظف في الارشيف، لكن دلوقتي ايه؟ ولا اقول لك ايه؟ لبخي كمان لبخي. عايزين نجوز البت جوازه عدله. عنده ايه بسلامته؟ كفايه طموحه، اخلاقه، ملف خدمته، وزياده عن كده اهم مشكله عنده محلوله. مشكله ايه؟ الولد جاهز، عنده شقه، وانا بنفسي رحت زرته وشفتها بعيني. ايوه بس هيعيشها ازاي يا عبد المقصود؟ ايه اللي زي اي اتنين شبان يبداوا حياتهم، وكفايه ان البنت مقتنعه بيه. بس مفيش بس، مش احسن ما اكون اخترنا لها واحد ويطلع فلاكي سكري مشبوه بيتاجر في الفراخ الفاسده. فاسده، المهم ان ما اكلهاش منها. اهلا يا استاذ سمير، اهلا اتفضل يا فندم. العفو يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. شوف يا ابني، انا شاورت مع نفسي وفكرت في الموضوع اللي كلمتني فيه، وان شاء الله راي سعادتك يا فندم. انا هقول لك، ان جاء رايي فانت شاب طموح ومجتهد، اما اخلاقك فالكل يشهد بيها واولهم انا. ده يا فندم كله بفضل توجيهات ورعايه حضرتك. انا ما يهمنيش اللي يتجوز بنتي يكون عنده ايه. انا لا يهمني فلوس ولا املاك ولا الكلام الفارغ ده. انا عارف طبعا ان حضرتك ما بتهتمش بالحاجات دي خالص. الا الاخلاق اللي يصون بنتي اشيله فوق دماغي واقف جنبه للنهايه حتى لو ظروفه ما سمحتش. لا انا عامل ترتيبي كويس. انا بقول يعني، وحتى ان كانت الشقه مش موجوده انا كفيل ان اقف جنب بنتي حتى ان شاء الله اجيب لها الشقه كمان. للدرجات يا فندم؟ طبعا دي بنتي الوحيده، ومن واجبي ان اوفر لها واضمن لها كل السبل اللي تساعدها في حياتها. تاكد يا فندم ان هشيلها في عناية الاثنين، بس اطمن الاول. سيادتك يعني موافق؟ انا من حيث المبدا ما عنديش اي مانع. شكر قوي يا استاذ مقصود، الف شكر. قلت لك ابدا اول خطوه وهي جت صح. انا فرحان قوي يا عبد الرحيم، فرحان قوي يا عبد الرحيم. لا ده انت كنت قلقان وخايف، وهو الراجل ابوها وعد انه هيقف معاك للنهايه وهيديك شقه كمان. يديني شقه؟ مش هو قال لك كده؟ ايوه بس الراجل يعني كان بيبين شعوره من ناحيتي ومن ناحيه بنته. واضح ان الناس دي مستريحه. مش بتقول انه كل ما يزرجم في الشغل يروح مزمجر كده ويقول لا انا هرمي لكم استقالتي واقعد في بيتنا الم ايراد العماره. واضح انه مستريح. ايوه يا عبد الرحيم، بس عايزنا نقدم لكريمه ولا طمعان في شقه في بيتهم. ده مش طمع ولا حاجه، كل اسره بتتمنى الخير لبنتها، خصوصا اذا كان عندهم بيت ملك، يعني لا هيدفعوا خلو ولا هيخسروا حاجه. وانت عايزهم كمان يدفعوا لي خلو ورجل؟ ما انا بقول لك ديتهم بس يدبروا لكم شقه. طب افرض بقى ما عندهمش شقه فاضيه. معقول راجل مقتدر زي ده وعنده بيت ملك ودي بنته الوحيده ومش هيلاقي لكم شقه؟ ولا يسكنوكوا في شقه زي دي تكون اوضتين؟ معقوله برضه؟ ده حتى لو ما كانش فيه شقه فاضيه عنده في البيت يبني لكم شقه دكاكين. يعني دكاكين ازاي؟ يعني من غير ترخيص. مش عايزين غير دبلتين. لا 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 لا، الحكايه ما وصلتش لحد كده. انا عامل حسابي كويس قوي. انا معايا فلوس. افهمني بس، الفلوس اللي هنصرفها نحطها في شقتنا احسن. شقتنا؟ ايوه، نحط فيها الفلوس ونوضبها على ذوقنا. ماما وافقت؟ على ايه؟ يعني علشان حكايه الشقه يعني. قصدك عشان صغيره يعني؟ مش مهم كبيره ولا صغيره يا كريم. اهو ده اللي انا قلته لماما، لا صغيره ولا كبيره، المهم ان احنا يبقى عندنا شقه. اي حاجه بعد كده مش مشكله. انا مش عارف اقول لك ايه يا كريمه، مش عارف. ما تقولش حاجه يا حبيبي. قولي، هجيب الدبلتين امتى؟ دبلتين ايه؟ ده انت حيرتيني يا كريمه. ليه يا حبيبي؟ انا لازم اجيب لك شبكه تليق بمقامك. لا يا سمير بس ايه ما دام الشقه موجوده هنرزق نفسنا ليه؟ انت غريبه. حكمتك يا رب حكمتك. شفت السمك يا كريمه؟ حلوه قوي السمكه دي.